لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحكمة الأمريكية تستعد للنظر في محاكمة اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي. أصدرت محكمة أمريكية القرار بالقضية التي رفعها مسؤولي الاستخبارات السعودي السابق سعد الجابري على الحكومة السعودية، ويشير القرار أن المحكمة الأمريكية بتت الكثير استعداد للنظر في محاسبة المسؤولين الأجانب في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. وقالت وكالة سوشي بريس الثلاثاء أن المحكمة منحت اثنين من كبار مساعدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حتى أول نوفمبر لتسليم ما لديهم من أدلة للرد على الجابري الذي رفع دعوى يتهم فيها مسؤولين بمحاولة اغتياله في عام 2018. وكان الجابري مستشارا موثقا لولي العهد السابق ووزير الداخلية السابق محمد بن نايف، الذي كان مطلعا على الكثير من الأسرار الاستخباراتية بحسب تقارير سابقة لنيويورك تايمز. وعمل الجابري على مدى نحو 20 عاما مع ولي العهد السابق، إذا ساعد في إصلاح جهاز الاستخبارات، وكان أحد أهم ضباط، وساهم الكثير في جهود المملكة لمكافحة تنظيم القاعدة وفي تنسيقها الأمني مع الولايات المتحدة. وقال الخبر القانوني بحقوق أن القرار القضائي الأخير يشير إلى أن المحكمة الأمريكية أصبحت أكثر انفتاحا على الدعاوى القضائية المتعلقة بمحاسبة الدول التي انتهكت الحقوق، وذلك بعد نحو 20 عاما من قرار المحكمة العليا الأمريكية التي قيدت هذا الأمر. وانتهت الدعوة التي رفعها الجابري أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن بمسؤولين من بينهم مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، الذي رد اسمه أيضا في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بإرسال فريق اغتيال كان يفترض أن تصل كندا، حيث يعيش منذ 2017 لتنفيذ الجريمة بعد أقل من أسبوعين على اغتيال خاشقجي. وقررت السفارة السعودية في واشنطن بتلقي طلبات التعليق من وكالة سوشي بريس في قضية جابر، لكنها لم ترد على الفور. وفي 2020 أفادت تقرير الصحيفة أول ستريت جورنال بأن السلطات السعودية كانت تسعى إلى محاكمة جابر بعد أن أهدر أو مساعديه نحو 11 مليار دولار من أموال الدولة، ومنها مليار دولار نفقوها على أنفسهم. وفي الوقت نفسه قالت المحكمة السعودية أن مقتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر 2018 كانت عملية مراقة نفذت دون علم ولي العهد. وقال الصحيفة واشنطن بوست في 2020 عندما رفع جابر القضية أنه قال أنه لا يوجد أحد تقريبا غريب مدعى عليه سليمان أن يرى مات أكثر منه، وكذلك بسبب علاقاته مع الحكومة الأمريكية بصفته شريكا موثقا به منذ فترة طويلة من قبل مسؤول الاستخبارات الأمريكيين المرافعين. وتشكيل خطوة جابر أول مرة يقدم فيها مسؤول سعودي رفيع سابقا على توجهه اتهام رسمي إلى ولي العهد بشأن حمله وسعى لإسكاتات الأصوات التي تنتقده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.